وعلى رجعتنا واهس لا تسووله، قلوا له القبل فارس احلامك كان. كل اللي صار بالقصيدة صار وياي. هاي المرحلة انه ما تعاتب شخص غلط وياك او مثلا سوى شيء بحقك انت تشوفه مثلا ما حلو، ما تعاتبه. تعرض فهد زوج الشاعر شهد الشمري للإحراج أثناء افتتاح إحدى الوكالات في بغداد، وذلك عند قراءة طليقته السابقة شهد الشمري إحدى القصائد. خلونا نشاهد هذا الفيديو. قلوا له وإذا يذكر أيامي بوجهه لا تضحكون، وعلى رجعتنا واهس لا تسووله، قلوا له القبل فارس أحلامك كان. شاعر ما يدور كلمة مقيولة، أظل الوحد ولا هو ثاني يصير، الرهم وغيره ما يقعد عليه طول. نكرني ودز بطايق هجر للشمات وقالهم عايفة شترة جب بشر، بس قلت لا الله وياك قامت ما تبين لمعة حجوله، تركني بدمعتي مبلل يزعل عادي ما يزعل، أنا أدرب حضنه مستعمل ويريد أرجع وحن واشتاق معقولة، تقلون الرسائل والصور عشيت بيها النار وعلى دخانهن سويت تعلولة، لغاني كنا نسمعهن يجرحني، انساه ويرجع بي يذكرني حايط بيتنا المن الصور مبني شلتهن والدمع سويتهن. يعني بس أريد أقول لكم شغلة قبل لا أنام، ما أدري هي فضفضة أو هي ما أعرف، يعني حبيت أحكي بيها بس مو قدام صديقات. شوفوا صارت وياي حالة، خلي أسولف لكم. أني قبل سنة أكتب قصيدة من وحي الخيال، ما مر بيها ولا تخصني ولا إلي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بيها، ما عايشتها، من عايشة مستقرة وحياتي والحمد لله وكذا. بس أني قبل سنة أكتب أكتب أكتب، بعد سنة كل اللي صار بالقصيدة صار وياي، اتنفذ بالحرف. يعني ما راح أقول لكم أي قصيدة، بس كل اللي ذكرته بالقصيدة قبل سنة وكتبتها صار وياي، صار والله حرفيا ما أبالغ. هل هي قوة الجذب، قانون الجذب؟ هل الكتابة تلعب دور؟ يعني ماكو هيك شيء، مستحيل قصيدة أقعد أكتبها مو يمي ولا لي علاقة بيها ورا السنة تتحقق كل شيء بيها يصير. ما أبالغ والله، بالحرف بنات، بالحرف صار اللي كتبته العام السنة تحقق. شلون؟ ليش؟ ما أدري. هسه لو بيت بيتين ثلاثة ما أبالغ كل بيت بيها من البداية للنهاية، مستحيل. ما أعرف هاي شو يسموها، يعني ما أدري هل هي صدفة، يعني نقدر نسميها صدفة؟ لا ما أتوقع، مستحيل. أكو شيء مدى أفتهمه، ما أعرف، يعني مخي مدى يجمع. بلكت عسوان أنتوا تعرفون فقولوا لي شو قاعد يصير. تدرون أسوأ مرحلة ممكن يوصلها الإنسان هي مرحلة الوعي التام. يعني اكو مرحلة هاي مو كل واحد يوصلها، هاي المرحلة عبارة عن انه اكو شخص بس يسلم عليك، بس يحكي وياك تقرأ للبشر، تعرفه شي يريد، تعرفه شنو غايته، تعرفه شنو بباله من تصرف واحد ممكن هو يعني يعتبره خاطئ او يعتبره غلط، انت تعرفه خلص انت فرزنت هذا الانسان. فهاي أسوأ مرحلة. تدرون ليش؟ لأن الشخص يقوم يحس الداير ما دايرة كلها نيتها سوء، يعني توصل مرحلة من الذكاء من ممكن تصرف بسيط تختلف نظرتك على هذا الإنسان أبد. يعني وأسوأ شيء بدون أنت ما تعاتبه لهذا الشخص، يعني هذا لو تعاتبه على تصرف معين هو مسويه تجاهك، هاي أنت نقول يعني بيك أمل إنه تسامحه على شيء سواه أو شيء معين غلطان بيه بحقك، ممكن تسامحه. بس لا، أسوأ مرحلة من ما تعاتب. يا هاي المرحلة إنه ما تعاتب شخص غلط وياك أو مثلا سوى شيء بحقك أنت تشوفه مثلا ما حلو، ما تعاتبه.
رأسا ما تشوف نفسك انه تغيرت، صرت انسان ثاني وياه، تحولت، وهو يبقى حاير انه ما يعرفك انت شو تغيرت، شو تحولت، شنو اللي صار وياك. بس انت ما تدري، يعني قمت انت تقرأ المستقبل قبل لا يصير. وهي أسوأ مرحلة. سامع يقول لك يعني الجهل نعمة، الجهل نعمة والوعي نقمة. فبالضبط هاي الحالة. يعني شايف مرات بعض الشغلات انه تكون غبي بيها وتسوي نفسك مطفي او ما مهتم، يعني ارحم من انت واعي تقوم تقراها للبشر. مشكلة والله.